اهلا بيكم. انا رانيا الصغير. النهارده هنعمل قطعتين. طريقة تطبيقهم سهلة جدا وبسيطة، ممكن اي حد ينفذهم، وخامات بسيطة جدا. فيديو النهارده برعاية ارت ستور كلوب. اول قطعة هنستخدمها دي قطعة MDF اللي هي المربعة، وبعدين جبت الزخارف بتاعتي او القطعة اللي انا عايزة الزقها. دول المفروض بوليستر صلب، كنت انا صباهم عندي في قوالب في البيت. وهستخدم الاختراع الهايل ده اسمه تشايني جيلاتين. التشايني جيلاتين ده ممكن تستخدمه as a paste او معجون، او على انه paint، على انه لون. هو سميك وزي ما انتوا شايفين هو غطالي السطح خالص، يعني انا محتاجتش ان انا استخدم جاسو تحت خالص. في جزء في القيمة بتاعتي اللي هي المدورة دي انا سبتها زي ما هي، محبتش ان انا الونها، حسيت ان هم عامل ماتش في اللون بتاع مع القطعة ومع الالوان اللي انا مستخدماها. الدرجتين دول انا حبيتهم جدا في التشايني جيلاتين. عملت ميكس ما بينهم كده الفرشة دي برضو من ارت ستور كلوب. انا قلت لكم قبل كده ان انا بحب الفرشة المدق دي جدا. ممتازة، هي المفروض انها متاحة عندهم. وبعد ما السطح نشف عندي استخدمت كراكلي ستيب 1 وستيب 2. الكراكلي زي ما انا قلت لكم قبل كده كتير، لازم نتأكد اي كراكلي نشتريه نتأكد طريقة استخدامه ازاي. الكراكلي ده ستيب 1 بحطه وبسيبه لحد لما بيبقى لونه شفاف خالص، يعني بعد ما بحطه على السطح بتاعي بسيبه يبقى شفاف خالص. بعدها بحط ستيب 2 او الخطوة التانية. بعد ما بينشف خالص بجيب جبت دلوقتي الوان زيت، بتتباع في المكتبة، الوان صغنونة خالص كده. باخد بطرف قطعة قماش وبفل ان او بملأ الفراغات بتاعة الكراكلي. مادة الكراكلي بتاعتي بتبقى عاملة تشققات، وبمسح اي زيادة انا عايزاها، على افتراض زي ما حصل معايا في القطعة دي ان الدرجة غمقت قوي او لون الزيت غمق لي قطعة قوي. فبعمل ايه؟ قطعة القماش بتاعتي قطعة قماش نظيفة، بحط عليها تربنتن وبشيل اي زيادة انا عايزاها. وبعدين حطيت علشان اعتق السطح بتاعي زفتينيوم اللي هي النقطة السوداء اللي انا حطيتها دي، وعليها تربنتن، وعاملة فرشة مخصوص، فرشة مدقة مخصوص علشان اعتق بيها الاماكن اللي انا عايزة اعتق بيها، او اشتغل عامة شغل تعتيق بشتغل بفرشة معينة عشان ما اضطرش ان انا اغسلها كل شوية بمية وصابون. فمخلياها لاستخدام التعتيق والواكس بس. باخد نقطة صغيرة خالص من لون الوان الزيت، نقطة يعني هي على طرف الفرشة بالظبط، وبعتق الاماكن اللي انا عايزة اعتقها. والاماكن اللي غمقت مني زيادة بحط عليها تربنتن على قطعة قماش نظيفة وبمسح، او لو معايا وايبس جنبي بمسح بيه اي زيادات، وبعتق اي منطقة انا عايزة اعتقها. وعادة لما بنيجي بنعتق الاماكن اللي هي على الاتش او الحروف، والاماكن اللي حوالين القيمة اللي هو اي شيء بارز انا عاملاه، سواء بقى استخدمته بمعجون وستنسل، سواء استخدمت حاجات زي كده قطع من البوليستر المرن او الصلب. وفي الاخر حطيت سيل، عملت سيلينج للسطح بتاعي بالواكس الشفاف. سيلينج يعني ان انا اديت طبقة حماية للقطعة بتاعتي بالواكس الشفاف. وفي طريقة علشان ان انا اعمل سيلينج كويس للقطعة بتاعتي، ممكن احط الواكس الشفاف افرده بالفرشة وبعدين اسيبه 24 ساعة، وبعدين امسح الزيادات قطعة قماش. وفي الاخر حطيت درجة لون اللي هي التركواز في الاخر دي على القيمة بس. هنيجي للقطعة التانية. القطعة التانية هو عبارة عن طبق عادي خالص، نجيب طبق من البيت، اي طبق موجود عندنا، حتى لو طبق مشروخ شوية ممكن نستخدمه ما نرمهوش. هنأسس السطح بتاعنا بجاسو. اول حاجة ايه هو الجاسو؟ احنا شرحناه قبل كده كتير عندي على الشانل على اليوتيوب.
وبعد ما السطح بتاعي ينشف بالجاسو بحط درجة اللون اللي انا عايزاها، اللي انا هتبقى تحت المنديل او النابكن او الورق اللي انا هستخدمه. ينشف السطح خالص، وبعدين هجيب الموت بودج، دي مناديل او النابكنز الخاصة بالديكوباج. هي بتبقى عبارة عن 3 طبقات. بقطع الجزء اللي انا محتاجاه وبحط تحت على السطح مود بودج. احنا قلنا قبل كده المود بودج هو عبارة عن غيرة زائد مية، طريقته موجودة برضو على اليوتيوب عندي، هو والجاسو طريقته برضو موجودة عندي على اليوتيوب. هخلي الصورة بتاعة المنديل تحت على الترابيزة وظهر المنديل لفوق، وبعدين هرش شوية مية وهحط على السطح بتاعي المود بودج. المود بودج اللي هو الغيرة بتاع الديكوباج. بتأكد الأماكن اللي أنا هحط فيها المنديل اتحط عليها كلها مود بودج، وهحط النابكن بتاعي أو الورق أو أي حاجة أنا عايزة ألزقها حتى لو قطعة قماش، ممكن نعمل ديكوباج بالقماش. ونتأكد نطلع الهواء كويس جدا. أنا في إيدي ده منديل أو قطعة قماش أو سفنج أو ممكن كارت قديم، كارت بنك، أو أي كارد عندنا، بلاستيك كارد يعني، هنحطه وهنطلع البابلز، نطلع الهواء كله بتاع في المنديل علشان أتأكد ان القطعة ما تعملش بابلز معايا او افك الرينكلز اللي موجودة في القطعة. الرينكلز اللي هي ما يبقاش فيه كرمشة في المنديل بتاعي. وبحط طبقة كمان من فوق. انا هنا عمالة بعافر معاكم بحاول معاكم، بفرد المنديل كويس جدا علشان انتوا برضو تشوفوا الطريقة. لقيت فيها حتت فيها بابلز، بدوس عليها بالمنديل وبحاول اطلعها بالمنديل بعد ما شلت الكيس. ودلوقتي هحط فارنش او ورنيش. انا عايزة اسيل او عايزة ادي طبقة حماية للقطعة بتاعتي، علشان عايزة اعمل ايفكت فوق القطعة بتاعتي دلوقتي. ايفكت يعني تأثير، هدي شوية تأثير كده او ملامس للقطعة بتاعتي. بعد ما بينشف الورنيش هجيب دلوقتي البيست ده. هو المفروض ان هو فانتج بينت. فانتج بينت يعني كأننا هنقول مثلا هو بينت تقيل فيه باودر قريب شوية من الانتيك باودر. ممكن نستخدمه كجاسو، ممكن نستخدمه كلون. بمسك فرشة صغيرة وبعمل بيها تابينج ان انا بطبطب كده على القطعة بتاعتي. يعني انا عايزة احط لون بس عايزة اللون ده يبقى سميك. ممكن اعمل نفس الايفكت ده بمعجون لو انا عندي معجون، بس نخلي بالنا واحنا نحط كمية صغيرة خالص. ودلوقتي همزج القطعتين دول ترانسبيرنت بيست مع بريليانت بيست. البريليانت بيست هو كان لونه بيبي بلو شوية كده او لبني وفيه جليتر شوية. انا كنت حابة ان انا اضيف شوية تكستشر او ملمس زيادة شوية مع الجليتر، فحطيت الجليتر ده ومزجته بالترانسبيرنت بيست. استخدمت انا قبل كده الترانسبيرنت بيست، وده اسمه 3D باودر، بينزل زي جليتر باودر صغنن كده. ممكن البديل بتاعه ان احنا نجيب جليتر من اي مكتبة عادي ونختار درجة اللون اللي احنا عايزينها. وهحط اكريليك بينت ميتاليك، لون ميتاليك برضو كنت جايباه من ارت ستور كلاب، لونه جولد. هحطه على الاطراف بتاعة التابلو بتاعي عشان اديله فريم حلو كده يليق او يبقى ماتش مع القطعة بتاعتي. انا الاطباق دايما بحب استخدم الاكوا ستون فارنش اللي هو النوع ده من الورنيش. اي نوع ورنيش او اي ورنيش مائي هنستخدمه الافضل نحط 3 طبقات. انا الفارنش ده انا بكتفي بطبقتين لان هو تقيل وسميك
وبيدي طبقة حماية حلوة جدا. انا خلصت، اتمنى ان انا اكون افدتكم. كانت معاكم رانيا الصغير، شكرا ليكم جدا، مع السلامة.